دكتورة رانيا السيد عبد العليم. أنا دلوقتي بس مسجلة دكتوراه في قسم الأعصاب في كلية العلاج الطبيعي. أنا من الناس اللي بتحب العلاج الطبيعي جدا جدا ومقتنعة بيه ومؤمنة بيه جدا، ومؤمنة بأي تخصص جديد بيبدأ طالما ان احنا في الآخر كلنا يعني مصلحتنا في الآخر ان احنا نعالج المريض، يعني طالما ان احنا لينا هدف. بشجع اي علم جديد زي الريفلكسولوجي، زي ما الدكتور سعد المصري كان بيتكلم عليه واتكلم فيه. وانا من الناس المؤمنه بالتخصص وبالتيم وورك، ان احنا كلنا لازم نشتغل كتيم وورك مع بعض. وانا ما اقدرش اشخص حاله اعصاب من غير ما دكتور الاعصاب يشوفها، ما اقدرش اشوف حاله يعني من غير ما يكون حد شافها في التخصص بتاعه. محدش يقدر برضو يعمل شغلي في تخصصي انا، سواء تقييم او سواء علاج. وبشجع برضو الدكتور سعد على التخصص الجديد بتاعه ان هو في مجال الريفلكسولوجي، وربنا يوفقه. عرفتي بقى ازاي دكتور سعد؟ قابلتيه ازاي وكده؟ قابلته في كلية العلاج الطبيعي، كان في مكتب الدراسات العليا. عرفت ان هو كان مطلوب منه يعمل ورك شوب عندنا في الكلية عن الريفلكسولوجي، وانا من اول الناس اللي احب اتعلم حاجة جديدة زي كده وتخصص جديد. في الاول وفي الاخر الواحد بيحاول يعرف كل حاجة يكون المريض هيستفيد منها ويتعلم منها يعني. تمام. لما عملنا كده زي ورك شوب كده او تقييم وتشخيص الحالة اللي بنوتة كده شغالة معاكي، يعني ايه رد فعلك لما عرفنا كذا وكذا ونسأل البيشن صح عن ايه؟ لا، عجبني جدا، يعني حلو جدا ان احنا نلاقي طريقة نشخص بيها امراض، يعني من غير ما نتعب المريض ولا نكلفه تكاليف عالية. ويعني ولو هنعالجه برضو بنفس الطريقة دي ده شيء كويس. يعني احنا بنستخدم كل الموداليتيز اللي نقدر نريح بيها العيان ونوصل بيه لبر الامان زي ما بيقولوا يعني. تمام، شكرا يا دكتور.